السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فيفي فاميلي. اليوم جبت لكم طريقة تحضير الملوي بطرق مختلفة. أهم شيء يجي مقرمش كما راكم تسمعوا في الفيديو، ويجي البنة تاعو ولا أروع. خليكم معايا لآخر الفيديو، راح تشوفوا طريقتي في تحضير هذا الملوي الأحمر المورق المقرمش. وأهم شيء البنين. هاو شوفوا التوريق البنات، هنا راه ساخن. خليكم معايا ونبداو بتحضير الملوي تاعنا لوصفة نهار اليوم. قولوا بسم الله ونفوتوا للمطبخ. اهم شيء لازم يكون عندنا سميد ناعم من نوعية ممتازة، باه يكون فيه العلك البنات كما نقولوا بالعامية تاعنا. انا عبرت بهذه الصحن هذه تاع الشوربة. خديت 2 مكاييل من السميد الناعم، طبعا نغربلوه باه نتفاداو الرطوبة اللي كاينة عندنا في المطبخ. نفس الصحن هذا كيلت بيه الفرينة تاع المخبوزات، جميع المخبوزات حتى هي نغربلوها. يعني 2 مكاييل سميد و2 مكاييل فرينة. تقدري تستعملي الكاس العادي تاع 220 مليلتر، راح تجيك كمية لبس بها، لأنه أنا هذه الكمية خرجت لي كمية ما شاء الله من الملوي المورق. هاهي نحطوا عليها ملعقة فقط من حليب مجفف، تقدري تستغني عليه وتستبدلي الماء بالحليب. حطيت عليها هنا الملح، حطيت 1/4 ملعقة من الفانيليا باه نكهو فقط العجينة تاعي. حطيت 1/4 من الخميرة الكيميائية، أكيد راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هذه هي المكونات البنات اللي حضرت بها الملوي المورق تاعي لنهار اليوم. ونقولوا بسم الله ونجيبوا الماء تاعنا ونبداو نبلو في العجينة تاعنا مليح مليح. نخلط السميد مع الفرينة مع الملح مع الحليب المجفف والخميرة الكيميائية والملح طبعا، هاهم. ونبدا نرش بالماء بالعقل بالعقل حتى نتحصل على قوام تاع عجينه متوسط، ما تكونش مطلوقه بزاف وما تكونش يابسه، لانه كيما نعرفوا رانا استعملنا السميد في الوصفه، والسميد معروف انه يتشرب بالسوائل. يعني نخلو القوام تاع العجينه تاعنا متوسط، لانه راح نخلوها ترتاح ونعاودوا نرجعوا لها ونشوفوا اذا ما زلت محتاجه ماء ولا لا. واضحه البنات، خاصه البنوتات اللي راهم مازالوا يتعلموا في المعجنات والوصفات هذه التقليديه، يخافوا من الماء كي يعجنوا به العجين، يحبوا مكاييل مضبوطه. هنا ما تقدريش تحكمي على كميه الماء بالضبط، لانه السميد والفرينه ودرجه تشربهم للسوائل تختلف من نوعيه لنوعيه. نخليها تريح مده 5 دقائق ولا 10 دقائق ونرجعوا ندلكوها البنات. شوفوا كيف القوام تاعها مازالت يابسه شويه، ولكن انا هنا راني ندلك فيها بلا ما نقطعها. واذا شفتها بحاجه الى الماء نزيد قطرات من الماء ونعجن. هاهي يعني مش راح نعجن بزاف لاني خليت العجينه تاعي ريحت. واذا عندك الوقت حطيها في كيس بلاستيكي، خليها مده ساعه او ساعتين، اكيد ريحه تمشي معاك خير من انك ما تخيليهاش ترتاح. عجناها مليح، شوفوا القوام تاعها المتوسط، ولازم تكون رطبه ناعمه، ما تكونش باينه اصلا حبيبات السميد. نجيبوا البلاطو تاعنا راح نخلو فيه كريات العجين يرتاحوا، ندهنوه بشويه تاع الزيت، ندهن يدي. شوفوا العجينه والقوام تاعها البنات، شوفوا ما تتقطعش. وندير كريات متوسطه الحجم، ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره. هاهي كيما راكم تشاهدوا فيها، حبيت نحطها على صباعي باش تعرفوا الحجم تاعها. حطهم في هذيك السنيوه اللي مدهونه بشويه تاع الزيت. طبعا كل كريه ندهنوها بشويه زيت، ما نكثروش، ولكن دهنه خفيفه فقط. الملوي المورق يصلح مع قهوة العصر فطور الصباح، يصلح نحضروه لضيوف، يصلح ندوه معنا في يدنا كي نروحوا نزورو. يعني أحلى وصفة تقليدية رايحين تعتمدوها البنات. غير هنا في الفيديو هذا عندي 3 طرق التوريق تاع الملوي تاعنا، يعني خليكم معايا. أنا تعمدت أني ندير الطرق في 3 باه نوري للبنوتات وهما يعتمدوا الطريقة اللي يعرفوها سهلة واللي يعرفوها تخرج عليهم. هنا عندي زيت وعندي زبدة، طبعا أنا استعملت نوعية ديما. نبدأ خليت العجينة تاعي البنات ريحت، بعد ما نكورها نخليها تريح، هذه نقطة مهمة باه تعطينا الطو
وكي نجو نفتحوا العجينه ما تتقطعش معنا. ونجيبوا الزيت، ما نفتحوش بالزبده لانه مش راح تفتح العجينه بالزبده، غير بالزيت. نفتحها بالعقل بالعقل ونبدا نورق فيها حتى تولي كبيره وتولي الرخامه تبان البنات، ولا طاوله العمل تولي تبان. واضحه البنات؟ نقطه مهمه انه تكون العجينه تاعنا رقيقه، ما يهمش الشكل، حتى كون تكونش دائريه 100%، ما يهمش، المهم تكون الاطراف والحواف تكون رقيقه. شوفوا كيف راني نركز عليها، شوفوا الفقاعات اللي راهي في العجينه البنات، دليل على انه العجينه تاعي ناجحه 100%. ونجبد كيما هكا، ونحاول دايما اني نضغط على الاطراف باه ما يكونوش خشان وجونيين من بعد كي نطيب. واضحه البنات؟ يعني اي بنوته تدخل تشوف الفيديو تاع الملوي المورق اكيد رايحه تخرج محترفه منه اذا طبقت الخطوات والنصائح طبعا. شوفوا كيف طاولة العمل بدات تبان من العجين. نحاول اني نركز على الاطراف لانه راح نثنيها العجينه. واضحه البنات؟ ها هي كما ذكرت انه حذايا زبده وزيت. هنا راح نحط كميه من الزبده الطريه، ما تكونش ذايبه خلاص البنات، تكون شويه طريه كيما الكريمه. نحاول ندهن كميه من الزبده ونزيد رشه قليله من الزيت، لانه الخليط تاع الزبده والزيت هو اللي راح يمد التوريق الملوي تاعنا طبعا. وطريقه التوريق ها هي، شتو الكميه اللي درت شويه برك البنات، وندهنها على كامل سطح العجينه. نحاول نثنيها، نحاول انه كي تكون عندي جهه ماهيش مسويه ولا خشينه نزيد نبسطها، ما تخافيش منها، ما تقوليش راني مانيش محترفه ما ننجحش، لا. وكل مره نجي نثني العجينه على العجين لازم ندهن بالزيت ولا خليط الزبده والزيت. واضح؟ ونثني هكا البنات كاني نروليها ولا ندير لها الحركه هذه وما نضغطش باهي تكون مهويه. ودائما نجبد العجين وندير لها الحركه هذه، نقلبها نهبطها كيما هك تجي على شكل حلزوني. راح نعطيكم شكل اخر. نبدا ندهن طاوله العمل بشويه زيت كيما العاده، نبدا نبسط العجينه تاعي. يلا يا الفحلات، كل واحده تتفرج الفيديو تنوض تشمر على يديها وتحضر الملوي المورق القهوه العصر. البنات اللي دخلوا معايا جدد ما تنسونيش باشتراك وفعلوا جرس كل هكا يوصلوكم اشعارات وصفاتي الناجحه. اهم شيء، اهم حاجه انها ناجحه. ما تنسوش اعجاب وخلوا لي رايكم في التعليقات، خلوا لي ارائكم. ها هي نبسطوا العجينه تاعنا في كل مره اذا تحتمت انه نقلبوها، دائما نستعملوا كميه قليله من الزيت في البسط. ها هي دائما نضغط على الاحراف ولا الاطراف باه ما يكونوش خشان. واضحه البنات؟ يعني عطيتكم كل الشرح وكل اسرار الملوي وكل اسرار نجاح الوصفه. لازم تشوفوا الفيديو كامل البنات باه تكتشفوا معايا كل اسرار توريق الملوي. هاي نجبد بالعقل. شتو البنات؟ ما تخافيهاش العجين كي تكون عندك جهه خشينه جهه تقطعت معليش نقدروا نصلحوها. هاهي شوفي كيفاه. واهم حاجه يكون السميد من نوعيه ممتازه كما ذكرت من اول الفيديو باه تحصلي على وصفه ناجحه 100%. نكمل. هاهي هذه راح ندير لها تشكيله مختلفه. هاهي نجيب سكين ونحاول نقطعها، دوك تشوفوا كيف نقطعها البنات، وانتي اللي تجيك اسهل طبقيها اكيد. هاهي شوف كيف نقطعها. هاي ما نوصلش للنص. هاهي ما نوصلش للنص البنات. هاي شوفوا طريقة التوريق اللي دركا. نحط قليل من الزبدة ولا الزيت اللي راه مخلوط بالزبدة، مكون اساسي الزبدة والزيت في التوريق تاع الملوي. كاين انواع كثيرة من الولوي اللي ما فيهش الزبدة، اللي ما فيهش مكونات اخرى، هذه واحدة منهم. حاول نوزع على كامل سطح العجين طبقة خفيفة فقط، راني غير ندهن
ومن بعد نبداو تشوفوا ديك التقطيعات اللي قطعتها كيفاش نثنيها. ها هي نجيب هذاك اللي في اليسار نحطو وندهن ونحطو، نزيد ندهن ونثني العجينه، نزيد كل مره لازم ندهن، نزيد نحط عليها هذاك اللي على اليسار ونزيد ندهن دهنه خفيفه، ونزيد نحط عليها العجينه اللي على اليمين ونزيد ندهنها ونقلبها في الوسط. شتو البنات الفكره؟ هذه واحده من افكار توريق الملوي. ها هي ما تنسوش اعجاب للفيديو البنات، لانه الاعجاب تاعكم هو اللي يطلع الفيديو. ها هي شفتوا، نتمنى انه واضحه الفكره لانه الفيديو يشرح نفسه. كل مره ندهن ونثني العجين ونزيد ندهن نثني العجين. ها هي حتى نكمل كامل هذيك الدائره تاعي، ونحطهم بجيه البنات ونغطيهم بكيس بلاستيكي يرتاحوا. خطوه ثانيه مهمه انه كل ما نشكل واحده من الملوي نخليهم نغطيهم بكيس بلاستيكي يريحوا باه يجوني سهلين للبسط. هذه الثالثه راح نديرها بثنيه اخرى او تطبيقه اخرى. بعد ما بسطت العجين ودهنتها بشويه زيت وزبده، حطيت العجينه كامل اللي على اليسار ونزيدوا الثانيه. شوفوا ما نحطهمش فوق بعضهم البعض، يعني بجنب بعضهم. زيد ندهن. ها هي وكي نشوف جهه خشينه نزيد نحاول ان نبسطها ونعاود نثني العجين على 2، كاني هنا ثنيتها على 4. واضحه البنات؟ نسوي الاطراف ونحاول نبسط شويه العجين ونثنيها كيما نثنيو الملوي تاعنا. نلووها باش نتحصلوا على ملوي. دائما نجبد هكا العجين ونزيد نبسط بيدي ونلوي بطريقه خفيفه، يعني ما نضغطش العجين، ونزيد نبسط ونجبدها هكا. شوفوا يعني الفيديو ما حبيتش نقتطع منه لقطات هذه باه تفهموا طريقه تشكيل الملوي. نتمنى اي بنوته شافت الفيديو من اليوم ما يجيهاش الملوي صعيب. شوفوا كيف نبسطها وندهن ونزيد نلوي بطريقه تكون خفيفه. نحاول نغلق الاطراف مليح ونحاول ندير هذاك الشكل الحلزوني بالضغط على الاطراف منا ومنا ونقلب العجينه. شتوها البنات؟ نضغط عليها منا ومنا ونقلبها ونحاول نضغط في الوسط مليح ونحطها تحت الكيس البلاستيك. كي نكملهم كامل باش نرجعوا نطيبوهم مازال حتى نكملوا نشكلوا الملوي تاعنا كامل. نزيد نبسط واحده اخرى والثانيه والثالثه والرابعه. انا تحصلت على 14 حبه تاع ملوي. بعد ما ريحوا حطيت المقله تيفال فوق النار متوسطه، ما تكونش ناقصه ما تكونش قويه، ونجيب اول حبه من الملوي عفوا ملي شكلتها تكون ريحت مليح. نبسطها تكون بسمك متوسط، ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش خشينه باه ما تبقاش نيه من الداخل البنات. واضحه البنات؟ نجيبوا اول وحده ريحت تكون الطاجين تاعنا ولا المقلاة سخنت ونحطها فيها. ها هي اذا جاتك صعيبه يعني البنوتات يخافوا بسطيها فوق ورق الطهي، خليها هكا ثواني ونقلبها قبل ما تطيب قبل ما تحمر باه تبدا تتنفخ وتبدا تتهوى من الداخل ويبدا هذاك التوريق. واضحه البنات؟ شوفوا الفقاعات هذيك تاع الهواء شتوها؟ هذيك هي اللي دير التوريق تاع الملوي تاعنا. قلبتها ونبدا ندور فيها وندور ونقلب من بعد ونزيد ندور هكا حتى تولي عندها اللون محمر مليح. مازالت هنا راني غير ندور ونقلب فيها وباه تطيب من الداخل البنات. هذوك الورق من الداخل يطيبوا ما يكونوش نيين. واضحه البنات؟ وصلنا للوصف اخر الوصفه تاعنا تشوفوها معايا في صحن التقديم. هنا راني نكمل في الحبات تاع الملوي ساخن من فوق النار. شوفوا التوريق حبيت نوريه لكم. ها هي كاين اللي شكلتهم هكا وكاينه هذيك المستطيله اللي شكلناها في الفيديو. واضحه البنات؟ كلهم مورقين وبطعم الزبده وطعم الله الله اللي حكيت لكم البنه تاعو وهذيك التقرميش وهذيك البنه اللي في العجينه تاعنا. ها هو بعد ما يبرد تماما نخبوه في علبه محكمه الغلق ونستعملوه ولا نسخنوه وقت اللي نحبوا نستهلكوه. واضحه البنات؟ يعني طريقه تحضير الملوي مورق وبنين بثلاث طرق في الفيديو في نفس الفيديو. حبيت نشارك معكم الوصفه وخاصه البنوتات الصغار. في اخر الفيديو دمتم في رعايه الله وحفظه.